كل سنة وانتم طيبين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، تصلوا على الرسول، تحطوا الكومنت وتحطي اللايك. دي اشياء، حطوا لي اشياء يا جماعة. طبعا قمنا ايه، عملت كده روتين خفيف في الشقة على طول، بس مكان ما كنا نايمين هويت الشقة ورحت بدأ ايه، دخلت على المطبخ على طول. دي حاجات جديدة، دي انا كنت جايباها وللتوابل، الصراحة حلوة وسعرها كان جميل. ففضيت فيها كلها بقى ايه، زي ما انتم شايفين كده اللي كان عندي، وهبقى اشتري يعني ان شاء الله جديد واملاها برضو. يعني الجودة بالموجودة ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين كده كانت حلوة وشكلها شيك وشكلها تحفة وجميل جدا. والاتنين الكبار دولت حطيت في واحدة، الكبيرة دي اللي انت شايفاها، حطيت في واحدة فيها سكر، في واحدة تانية هتلاقوها في الفيديو التاني حاطة فيها ملح. التلاتة دول بقى جمال جدا بجد. انت ممكن تستخدميهم لأي حاجة، سكر، قهوة، شاي، بس انا حبيت استخدمهم للأكياس او الأظرف اللي هي بنحط فيها اليانسون، النعناع، الباكت، القهوة، شاي، الحاجات اللي زي كده، باكيتات يعني. طبعا زين ابني ده مغلبني جدا، ربنا يا رب يرزق كل مشتاق ويخلي لكم كل عيالكم يا رب بحق جاه النبي. بقى حال الايام المفترجه اللي احنا فيها النهارده، نص شعبان، كل سنه وانتم طيبين. ويا رب كل اللي في نفسه حاجه يتمناها تتحقق له يا رب. كلنا ندعي النهارده بقى باي حاجه نفسنا فيها. يا رب يخلي لنا اولادنا وينجحهم ويرزقهم بالذريه الصالحه يا رب، اللهم امين، ويرزق كل مشتاق. بس وده كان يوم النهارده. حبيت بس اعمل معاكم حاجات خفيفه، وهعمل انا نفسي اكل برضو حاجه خفيفه يعني عشان ما تقلش على نفسي. اشتغلت في المطبخ وهعمل اكل وكده، فقلت النهارده اعمل كشري عدس اصفر على طول وشويه سلطه، والسلطه حمرا كده عشان انا حاطه فيها بنجر. وجبت على عددنا البيض يعني. وبألف هنا وشفا لكل اللي كان هياكل، وكل سنه وانتم طيبين ومع السلامه.